ويا ريت نبطل نتعامل مع الstory telling على إنه soft skills. الstory telling مهارة حياتية من أول ما الإنسان نطق وهو بيتعامل مع الحكاية على إنها وسيلة التواصل الأولى، وهي كانت وسيلة التواصل الأولى الحقيقة. ناس كتيرة فاكرة إن الحكي رغي أو موهبة على الله كده، لكن الحقيقة الحكي عامل زي الكود المتبرمجة بيه دماغنا، هي الطريقة اللي بنفهم بيها العالم حوالينا، بنسميها الnarrative. علشان كده أي حاجة صلبة أو ناشفة أو أرقام بنجد صعوبة إن هي تلزق في دماغنا، غير الحكي بيلزق على طول. وعشان كده بسميها هندسة الحكي، يعني زي ما المهندس كده بيبني أساسات ويطلع بعواميد، كمان الحكي فيها معمار، يعني فيها بناء أحداث، تصاعد مشاعر، فيها كمان توقيت اللحظات اللي بتخطف الجمهور. المهارة دي مش رفاهية وما هياش حاجة تتحط على الرف، المهارة دي أساسية تحتاجها الأم عشان تبني مع أولادها أفكار وحياة، وبيحتاجها القائد علشان يحرك بيها كتايب. وعلشان كده بقول أنت مش محتاج نصايح سريعة ولا tips and tricks، أنت محتاج تفهم الفن ده وتقدره وتفهم أصوله، لأن ببساطة الحدوتة اللي ما بتتحكيش بتموت.